محمد علي باشا وأطفال الشوارع، من التشرد لبناء الدولة. في وقت كان فيه أطفال الشوارع مجرد عالة على المجتمع، كان فيه قائد عنده رؤية مختلفة قرر يحولهم من عبء القوة. محمد علي باشا الراجل اللي غير مفهوم القوة في مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة على السريع كده. لما مسك محمد علي باشا حكم مصر سنة 1805 كان عنده هدف واضح جدا، يبني دولة قوية بجيش حديث، لكنه واجه مشكلة كبيرة جدا. الفقر منتشر والأطفال مشردين في كل مكان، لا تعليم ولا مهارات. من هنا جات له فكرة عبقرية، بدل ما يخلي الأطفال دول عبء على الدولة وعلى المجتمع، عمل لهم مدارس داخلية، دربهم على الحرف والصناعات وخلاهم نواة لجيش جديد قوي، مش بس جيش بالسلاح، جيش بالعلم والحرفة. محمد علي باشا استغل طاقة جبارة وعقول كانت مرمية تحت جدران البيوت وفي زقاق الشوارع مش لاقية اللي يستغلها. عامل الأطفال دول كأنهم أشجار يرويها ويراعيها النهاردة، تديله ظل وثمار بكرة. وقد كان أصبحوا جيل مليان بالحرفيين المهرة والمهندسين العبقرة والجنود الجديرة بحمل رسالة جيش عظيم. محمد علي باشا فهم إن بناء الدولة يبدأ بالاستثمار في البشر قبل الاستثمار في الموارد، والنهاردة عندنا نفس التحدي. هل ممكن نعيد التجربة ونحول المشردين اللي ماليين الشوارع عندنا لفرصة ذهبية نقدر نقوي بيها بلدنا، وبدل ما يكونوا عبء على الدولة ومع الوقت يكونوا عصابات عايشة على التسول والسرقة والبلطجة، يكونوا جيل يقدر يزق بلدنا لقدام زي ما حصل قبل كده؟ شاركونا برأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسيبوا لنا كومنت كده قولوا لنا فيه رأيكم، وإن شاء الله أشوفكم الحلقة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.